بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم إنه لم يقبض نبي قط حتى يريه الله مقعده من الجنة وحتى يخيره. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالت عرفت أنه لن يختارنا، وأنه اختار أن يرتحل إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي رواية قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعته يقول في مرضه وأخذته بحة، صار يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو المراد بالرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم تقول السيدة عائشة: ولا زال يقول في الرفيق الأعلى وقد نصب يده حتى قبض، ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى صدر السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخذ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر في المدينة، ووصل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر في عوالي المدينة في منطقة تسمى السنح. وصله الخبر، فجاء سيدنا أبو بكر على فرس من مسكنه حتى نزل، فدخل المسجد ولم يكلم أحدا من الناس حتى دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مغطى بثوب حبرة، بعض أنواع الثياب، مغطى وجهه صلى الله عليه وسلم. فكشف أبو بكر رضي الله عنه الثوب عن وجه نبي علي صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه يقبله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي يقبله ويبكي، وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. يعني سيدنا أبو بكر في هذه اللحظات مع شدة حزنه ومع شدة ألمه وأكب يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البكاء، كان عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وكان الصحابة لم يقبلوا هذا الخبر، من جملتهم سيدنا عمر، حتى عمر رضي الله عنه لم يقبل هذا الخبر على الإطلاق. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر يكلم الناس، يقول لهم: إن النبي لم يموت، النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يفني الله المنافقين. ما كان خاطر في بال سيدنا عمر أبدا أن النبي قد يموت الآن، قال: لن يموت حتى يفني الله المنافقين. فلما خرج أبو بكر وعمر يتكلم على الناس، قال له: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس لأنه كان مأخوذا رضي الله تعالى عنه، فتركه ووقف أمام الناس وتشهد، يعني بدأ بخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما تشهد أقبل الناس عليه وتركوا عمر رضي الله عنه. وقف فيهم هذا الرجل العظيم، رجل المواقف، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثبت الله به الإسلام. وقف أمام الصحابة وهم يبكون، قال لهم: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان منكم يعبد الله
فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو الذي تلا هذا، قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، كأنهم لم يعلموا بهذه الآية من شدة الهول والدهشة التي أصابتهم لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، سقطت لما سمع الآية حتى ما تقلني رجلاي. نعم، وأهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. سقط سيدنا عمر لما تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال سيدنا أبو بكر: من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الموقف العظيم الذي وقفه أبو بكر وثبت الله به الإسلام، وثبت به الإسلام في حروب الردة. قام أبو بكر وحده رضي الله عنه، وكان في غاية العزيمة والقوة. بعد ذلك تبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذه الساعات الأخيرة كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول سيدنا أنس: في تلك الساعات لما ثقل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثقل النبي من الألم وجعل يتغشاه، الألم كان واضحا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. نعم، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فلما صار يتغشاه الكرب والألم، قالت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرب أباه وكرب أباه. أخذت تتألم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سيكون عند ربه سبحانه وتعالى. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أطابت نفوسكم أن تلقوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول أنس؟ لم يستطع أن يجيب، لأن الموقف لا يحتمل الجواب على الإطلاق، رضي الله تعالى عنه. نسأل الله أن يجمعنا مع حبيبنا في الفردوس الأعلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه يوم القيامة في جنات الفردوس. هذه هي الساعات الأخيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد كذلك مما جرى في هذه الساعات الأخيرة أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ألمه، كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه أمامه، فسارها بكلمة فبكت، ثم دعاها فأسر إليها شيئا فضحكت. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استغربت ذلك، قالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب إلى حزن،
سألت السيدة فاطمة رضي الله عنها: ما الذي أبكاك؟ ما الذي أضحكك؟ فقالت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ولما وري التراب، سألتها السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: في المرة الأولى لما سارني قال لي إنه كان جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذه السنة مرتين، وإنه لا أراه إلا حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم سارها المرة الثانية وقال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي. فضحكت السيدة فاطمة، سرت بأنها تكون أول من يلحقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي قال لها صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفعلا السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم تمكث بعده إلا 6 أشهر، وانتقلت بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان الكامل، نسأل الله أن يتوفانا على اليقين التام. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهو يمسح بالماء على وجهه صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول السيدة عائشة: يعني لست أكره الوجع على أحد بعدما رأيت من وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما رأيت الألم والوجع الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكره هذا على أحد. هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ولكن شريعته باقية وسنته باقية ودينه باق. وهكذا قد وصل إلينا ونحن اليوم بعد أكثر من 1400 عام، والدين الحمد لله بيننا، وقرآن الله الذي نزل على نبيه بيننا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. ما علينا إلا أن نثبت، ما علينا إلا أن نستقيم وأن نلتزم شرع الله، وأن لا نحيد عن دين الله إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا. نسأل الله أن نكون حين موتنا نحن نقول: لا إله إلا الله، ونقول: اللهم ألحقنا بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقنا بالرفيق الأعلى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.